ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده اللحمه الضاني بطريقه تحفه جدا، هتخليكي تنسي اي طعم لحمه بطريقه غير دي. بصراحه جميله جدا. انا لما عملتها بطلت اجرب اي طريقه تانية، بحيث ان هي بتكون ملبسه، واغلبيه الناس ما بتقدرش ان هي تاكلها بالطريقه دي. فانا هعمل لكم طريقه جميله جدا هتحبوا اللحمه من خلالها. بصراحه هتحسوا بطعم جميل جدا، وتغيير للحمة العادية والروتين العادي للحمة المسلوقة. الأول هنسمي الله ونصلي على رسول الله، ونبدأ مع بعض بطريقة هتعجبكم جدا، وإن شاء الله الفيديو هيعجبكم. خليكم معايا للآخر. هقطع هنا اللحمة معايا زي ما شفتوا كده، وهبدأ ان انا عندي حلة فاضية، هبدأ ان انا ادي اللحمة فيها صدمة كده بدون اي مواد دهنية. طبعا هي اللحمة فيها كمية دهنة مناسبة، ما اقدرش ان انا احط اي مادة دهنية تانية. انا عايزة اللحمة اصلا تنشف وتنزل الدهون اللي فيها. بالطريقة دي كده هنبدأ ان احنا نديها تشويحة كده على الناشف بدون اي دهون. هبدأ هنا كده اقلبها على الوش التاني بعد ما بتاخد لون وتتحمر شوية. طبعا هنا الريحة جميلة جدا، ولسه محطتش عليها اي بهارات ولا اي حاجة. يا ريت اللي يشوف قناتي انا يوميات تيتا ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوني. طبعا اللحمة الضاني دي من احسن الاكلات ومن احسن اللحوم بصراحة، بس اغلبية الناس ما بتحبش تاكلها عشان نسبة الدهون اللي فيها. بس الطريقة دي بصراحة هتعجبك جدا، وهتحبي ان انت تاكلي اللحمة بالطريقة دي مش هتمنعيها. هبدأ هنا كده ان انا اقلبها زي ما شفتوا كده، وهحط هنا بقى ايه، هبدأ البهارات احطها عليها. بصراحة الريحة بتاعتها جميلة. عندي هنا بصل مفروم، عملته قطع بصلاية او بصلتين حسب ما انت بتحبي. هبدأ ان انا احطه عليها كده. وعندي هنا حبهان وورق لورا، والبهارات العادية الفلفل الاسمر والسبع بهارات. عندي هنا الحبهان وورق اللورا. طبعا اللحمة ديت اساسها البهارات. بصراحة كل ما بتحطي عليها البهارات بتديها طعم وريحة جميلة جدا. هنزل هنا بالفلفل الاسمر عليها. كل ده انا ما حطيتش اي دهون ولا اي حاجة، هي بتنزل نسبة الدهون اللي فيها بالتشويح بالطريقة ديت. هنا هنزل عليها برتل مية مغلي بعد ما قلبتها ونشفت كويس جدا في التشويح، وحطيت عليها البهارات بتاعتها. هسيبها حوالي ساعة الا ربع على البوتاجاز على نار هادية، تبدأ ان هي تستوي مع بعضها كده وتسلي بصراحة الدهون اللي فيها. الريحة بتاعتها خطيرة جدا. هنا خلاص بدأت تدخل معايا في السوا. طبعا عندي هنا كيلو رز بسمتي غسلته وجهزته، ومع سوا اللحمة بنزل برز الكبسة هنا في الشوربة، واللحمة بتستوي معاها ما شاء الله. أحلى أكلة ممكن تعمليها وتاكليها مع رز الكبسة واللحمة الضاني بالطريقة ديت. هتجربيها وتدعيلي. متنسونيش تدعموني في لايك واشتراك للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.